الأزمنة في اللغة الإنجليزية. مشكلة الطلاب الأزلية، دايما بنتلخبط امتى نستخدم الزمن، طب ازاي بنستخدمه، طب التكوين بتاعه كان ايه. كل دي مشكلات بنعاني منها، وخاصة لو كنا تحت توتر أو في امتحانات بننسى كل المعلومات دي. النهاردة بإذن الله هنحاول نشرح أزمنة الماضي بطريقة بسيطة جدا، وهيكون في سلسلة هنكمل فيها باقي الأزمنة بإذن الله. خلونا نبدأ النهاردة بأزمنة الماضي، وتعالوا نتخيل مع بعض لو أزمنة الإنجليزي كانوا قاعدين على قهوة. كل واحد فيهم ليه طريقة وليه دماغ، بس طبعا قاعدين بيتخانقوا مين فيهم أهم واحد. يلا نشوف حوارهم حصل فيه ايه. الباست سيمبل بدأ الكلام وقال: أنا بتاع زمان، امبارح، الأسبوع اللي فات، زمان قوي. أنا حضرت الفيلم، نمت بدري، رحت المدرسة، وخلاص. ما تقوليش ناو، ما بحبوش الكلام ده. رد عليه الباست كونتينيوس وقال له: انا اللي كنت بذاكر لما الكهرباء قطعت، كنت نايم لما المكالمة جت، انا الحدث اللي كان شغال وشيء تاني قطعه. رد عليهم الباست بيرفكت وقال لهم: انا اللي بيخلص الاول، الناس بتيجي بعدي، انا دايما قبل الكل، انا اللي خلصت الاكل قبل ما هم يوصلوا. شايفين؟ كل واحد فيهم عنده حكاية، وكل زمن فيهم له طريقته ووقته. تعالوا نفهمهم سوا واحدة واحدة علشان ما نتلخبطش تاني فيهم أبدا. أهلا بيكم فيديو جديد على قناتي، أنا شهد عفيفي، ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. علشان نعرف كل زمن من أزمنة الماضي هنحتاج نعرف عن كل زمن 4 حاجات بس: الاستخدام، والتكوين، والكلمات المفتاحية، والباسيف بتاعه. خلينا نبدأ بأول زمن عندنا في الماضي، وهو الباست simple، الماضي البسيط. أول حاجة استخدامه لما بتكون في حاجة حصلت وخلصت في الماضي. طيب تكوينه ايه؟ بنستخدم الفاعل زائد التصريف التاني للفعل. التكوين احفظوه، مهم جدا ان هو يتحفظ. طيب عندنا امثلة زي ايه مثلا؟ زي I اللي هو الفاعل watched the movie yesterday. I watched the movie yesterday. انا شفت الفيلم امبارح. I watched، خلاص سمعته وحاجة حصلت في الماضي وانتهت خلاص. طيب مثال تاني: she went to the market. she went to the market، هي ذهبت للماركت، حاجة حصلت وانتهت خلاص. ولو لاحظتوا زي ما قلنا عندنا التكوين، احفظوها بجملة، حاولوا تحفظوا التكوين بجملة. I watched، ده زمن الماضي البسيط. I watched السبجكت بلس الفيرب في التصريف التاني ليه. طيب نيجي لتالت حاجة قلنا هناخدها معانا، وهي الكلمات المفتاحية. الكلمات المفتاحية دايما هتلاقيها حاجة حصلت في الماضي، زي مثلا yesterday امبارح، ago last week، in 2010 when I was young. لو لاحظتوا كل الكلمات في الماضي، فدي الكلمات المفتاحية اللي لو شفناها على طول بنعرف ان الزمن ده past simple. نيجي لرابع حاجة كانت معانا، وهو الباسيف. الباسيف برضو بنحفظ التكوين بتاعه، كان الobject plus was aware زائد past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل. مثال زي the cake was eaten. the cake اللي هو الobject اللي هو المفعول، was aware استخدمنا was علشان the cake اسم مفرد، و eaten استخدمنا الفعل في التصريف الثالث ليه. أعتقد الأمور وضحت، وحاولوا تحفظوا الجملة مش تحفظوا التكوين علشان دايما هتنسوه. فمثلا احفظ past simple: I watched. I watched the cake was eaten. حاولوا تحفظوها كده ومش هتنسوها أبدا. قلنا عندنا مثال تاني: the letter was sent yesterday. لو لاحظتوا برضو the letter اللي هو الobject جبناه في الأول، بعد كده was، وبعد كده sent اللي هو past participle. و yesterday طبعا هي من الكلمات المفتاحية اللي بتعبر عن past simple. طبعا كده خلصنا past simple. نيجي على تاني حاجة معانا، وهو past continuous. past continuous زي ما قلنا هنعرف عنه 4 حاجات: الاستخدام، والتكوين، والكلمات المفتاحية، والباسيف. نبدأ بالاستخدام. الاستخدام بتاع past continuous هو حاجة كانت شغالة في وقت معين، أو حاجة اتقطعت بحاجة تانية. زي مثال I was studying when the lights went out. أنا كنت بذاكر لما الكهرباء قطعت. خدتوا بالكوا؟ أنا كنت بذاكر لحد ما جت حاجة وقطعتني. طيب
المثال التاني بيقول ايه؟ They were playing football at 5 p.m. هما كانوا بيلعبوا الكورة الساعة 5 p.m. قلنا عندنا حاجة كانت شغالة في وقت معين، يبقى احنا عندنا استخدامه في حاجتين: حاجة كانت شغالة في وقت معين زي ما قلنا عندنا at 5، أو حاجة كانت شغالة وقطعتها حاجة تانية زي ما قلنا عندنا في القصة اللي كانوا بيتناقشوا فيها فوق. طيب التكوين بتاعه ايه؟ subject زي ما قلنا I في المثال عندنا، was aware قلنا طبعا مع I بنستخدم was، و studying verb مضاف له ing. تمام؟ أعتقد كده وضحت. نحفظ التكوين بالمثال زي ما قلت. نيجي بقى للكلمات المفتاحية، وعندنا الكلمات المفتاحية في past continuous هي while، when، at the time أو as. التكوين بتاع الباسيف قلنا عندنا الobject was aware زائد being زائد past participle. نيجي نسيبنا من التكوين خالص ونركز في المثال اللي هنحفظه، علشان هو ده اللي هيفكرنا بالتكوين من غير ما ننساه أبدا. Dinner was being prepared when I arrived. Dinner اللي هو الobject، was aware علشان dinner اسم مفرد فاستخدمنا was، being past participle اللي هو prepared. when I arrived دي حاجة قطعت الحدث، فمعناها هنا انه العشاء كان بيتجهز لحد ما انا وصلت. زي ما قلت عندنا بنحفظ لآخر مرة التكوين من الجملة. نيجي لتالت حاجة معانا وهو ال past perfect، الماضي التام. قلنا برضو هنعرف عنه 4 حاجات اللي هما الاستخدام والتكوين والكلمات المفتاحية والباسيف. الاستخدام عندنا حاجة حصلت قبل حاجة تانية في الماضي، حاجة حصلت قبل حاجة تانية في الماضي. ناخد مثال علشان نفهم. I had finished my homework before I slept. أنا خلصت الواجب بتاعي قبل ما أنام. أنا استخدمت هنا إيه في الجملة الأولانية؟ أنا استخدمت ماضي تام لأن هي حاجة حصلت قبل حاجة. I had finished my homework before I slept. فزي ما قلنا عندنا هو حاجة حصلت قبل حاجة تانية. تمام؟ أعتقد كده الاستخدام بقى أوضح. طيب ناخد مثال تاني. She had left before the rain started. هي غادرت قبل ما المطر يبدأ. من الجملة أعتقد إحنا زي ما قلت بدأنا نخمن التكوين. خلينا كده نطلع التكوين. I اللي هي subject، بعد كده had، بعد كده past participle اللي هي finished، وفي الجملة التانية she اللي هو subject برضو، وhad past participle اللي هي left. وبكده نكون عرفنا الاستخدام وعرفنا التكوين. ندخل للمرحلة الثالثة وهي الكلمات المفتاحية. زي ما قلنا عندنا الكلمات المفتاحية في past perfect ودي بتتحفظ before أو after أو by the time أو already أو just، ودي الكلمات المفتاحية اللي بتعبر عن ال past perfect. ندخل للمرحلة الرابعة معانا وهو ال passive. ال passive بتاع ال past perfect بيتكون من ال object had been plus ال past participle. زي مثلا مثال The house had been cleaned before the ghosts came. أعتقد هنا وضحت. الhouse اللي هو ال object had been past participle اللي هو cleaned. طيب خلينا نعمل summary بسيط على اللي احنا خدناه علشان ما ننساش خالص امتى نستخدم كل tense. معانا أول حاجة ال past simple لو حصلت حاجة وخلصت، ال past continuous لو كانت بتحصل في وقت معين أو حصلت وحاجة قطعتها، ال past perfect لو حصلت قبل حاجة تانية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بإذن الله الفيديو الجاي هيكون عن أزمنة المضارع، وحقيقي أتمنى يكون الشرح كان وافي. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.